بصوا حبايبي الجمال والحلاوه دي. بصوا المنظر ده. عايزين تعرفوا الحلاوه دي اتعملت ازاي؟ كملوا الفيديو للاخر وحطوا لي لايك وشجعوني بكلمه حلوه كده عشان اكمل. بصوا المنظر، كملوا الفيديو للاخر واعرفوا الطريقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى جايين بوصفه سهله كده وسريعه والى حد ما اقتصاديه، مش قوي يعني. هنغرم فيها حته فرخه كده مستخبيه في الفريزر ولا حته لحمه مستخبيه في الفريزر، هنعمل بيها طاجن حلو قوي. هنعمل النهارده طواجن المكرونه اللي بنجيبها من بره، اللي هي في محلات الكشري دي، بتبقى طعمها حلو قوي، ويعني في البيت انضف بمراحل بمعنى بمراحل. يعني بتاعت بره دي بقت وحشه جدا، حتى لو محل نضيف جدا بتلاقيها، يعني ربنا يحسن سوق الجميع يعني، بس في البيت طبعا انضف بكتير من بره. انا النهارده هعملها بالفراخ وهعمل طاجن كبير. عايزه تعملي طواجن صغيره لكل واحد طاجن شغال، عايزه تعملي واحد كبير شغال معاكي. انا هعملها النهارده بالفراخ، ممكن تعمليها باللحمه، ممكن تعمليها بالسجق، ممكن تعمليها بالكبده، اللي تفضليه. انا عندي هنا نص كيلو بانيه. طبعا الكميه دي بترجع لك انت، ممكن ربع كيلو، حتتين بانيه كده صغيرين شايلاهم ما كناش في الاستعمال، تطلعيهم في الوصفه دي هتبقى حلوه قوي. عندي هنا ده نص كيلو غسلاه حلو ومقطعاه مكعبات كده صغيره زي ما انتم شايفين. التقطيع ممكن تقطعيه تقطيعه الشاورما، مكعبات اللي يريحك. عندي هنا الخلطه بتاعت الفراخ ديت اللي نشوحها فيها، عندي بصلايه صغيره وعندي فلفل الوان. تمام، حبه رومي بس حطي، حبه الوان بس تحطي. انا بفرزه في الفريزر كده بصراحه، لما بيكون رخيص بشيله في الفريزر، ما بيجرالوش حاجه، بحطه في البتاع. بس اهم حاجه تحطيه وهو ساقع، تمام؟ يعني هو مجمد كده. انا هحطه بس دلوقتي في الفريزر عشان لازم يتحط متلج في الطاسه او في الطبخه اللي انت هتطبخيها، تمام؟ عشان انتوا عارفين ان هو كله ميه، فعشان ما ينزلش الميه ويبقى مهري كده ومش حلو، مش هتحبيه خالص، تمام؟ والمتفرز ده ما ينفعش الا في الطبخ، يعني ما ينفعش تعمليه مثلا لسلطه او الكلام ده، مش هيبقى حلو خالص وهيفقد الميه بتاعته زي ما بقول لكم. عندي هنا صلصه ميوريه اللي انا بعملها في الفريزر على طول، اللي هي اللي بفرزها معاكم على طول، تمام؟ دي حوالي، يعني وهي متسبكه كده، حوالي نص كيلو، تمام؟ انا هاخد بس ربع كيلو على الكميه دي، مش هاخدها كلها، تمام؟ عندي بقى البهارات بتاعتي دي اللي هستعملها في الصلصه والفراخ. دي عندي ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبره ناشفه، سنه صغيره قرفه، يعني اقل من ربع معلقه، بتدي تست حلو قوي مع الفراخ، تمام؟ البهارات دي هحطها على الفراخ دلوقتي لما نعملها، وهحطها كمان على الصلصه. عندي طبعا المكرونه، ده كيس مكرونه، تمام؟ حابه تزودي الكميه براحتك، حابه تقلليه براحتك. ده كيس مكرونه اللي هو القلم، اللي هي القلم دي بتاعت الفرن. حابه برضو تعمليها باي نوع تاني مكرونه، مش هيقولك لا. وطبعا توم اللي احنا مفرزينه مع بعض اهو، بصوا زي الفل. نقول بسم الله ونروح على البوتاجاز. انا قبل ما اشتغل كده عايزه الفرن بتاعي يبقى سخن قوي، تمام؟ عشان الطاجن لما يدخل ياخد سخونيه الفرن، وخصوصا ان انا هعمله في فخار. انا عندي طاجن فخار اهو، كل اللي انا عملته دهنته بزيت، شايفين اللمعه اللي فيه؟ كله زيت، حتى الجوانب وكل حته فيه دهنتها بزيت عشان يسهل عليا خروجه بعد كده لما ارجع افضيه. نروح على البوتاجاز نقول بسم الله ونشوف هنبتدي بايه. بس لو وصلتي هنا الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حبايبي، انا في الاول هبتدي بالفراخ. معايا عندي هنا طاسه جريل اي حاجه على النار، وحاطه فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين. هنزل بيهم الاول بالفراخ، اعلي كده النار، كنت سايباها تسخن. هقول بسم الله، اخد كده الصدمه بتاعتها دي، تمام؟ وزي الفل. انا مش حابه ان انا اقللها كتير، عايزه ان هي تاخد اللي هي الصدمه بتاعتها كده في الاول، عشان ما تنزليش ميه وتفقد العصاره بتاعتها، تمام كده؟ عقبال ما تاخد معايا الصدمه، شايفين اهي بتغير اللون بتاعها، ابتدت تبيض من الجناب بتاعها. هقول بسم الله،
نار تبقى عاليه يا جماعه عشان خاطر ما تنزلش العصاره بتاعتها زي ما قلت لكم. انا دلوقتي بحضر حله تانية للصلصه عقبال ما تاخد معايا اللون، نعمل مع بعض الصلصه. انا نسيت كمان اقول لكم في الصلصه عايزه معلقتين خل، لاني معلش نسيت اقول لكم الخطوه دي. ثانيه واحده. بصوا حبايبي الفراخ انا نقلتها جوه هنا وحطيت حله هنا فيها شويه زيت برضو، دي مش هينفع فيها سمنه او زبده عشان ايه يعني تبقى خفيفه، والمقدون اللي انت اللي تريح اللي تفضليها يعني حطيها. خلاص الفراخ ابتدت تبيض معايا اهي تغير اللون. تمام، هسيبها كده تتشوح مع بعضها. عندي هنا بقى في الحله هحط معلقه توم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا التوم بيتفك يا جماعه بسهوله خالص اهو، شوكه او معلقه اي حاجه. طب لو ما عندكيش توم متفرز عادي خالص حطي مثلا نص راس توم صغيره. التوم في الوصفه دي بيدي طعم حلو قوي. تمام، الكميه دي مناسبه قوي ليها. تسخن بس كده الزيت معايا وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي الفراخ شغاله ورا هنا، نزلت شويه ميه صغيرين هتشربهم ونكمل بقيه المقادير مع بعض. وعندي هنا التومه خلاص دخلت ان هي تصفر، انا مش عايزاها تاخد لون، هحط لها كده نص معلقه كزبره. احنا قلنا التوابل هي اللي هنحطها. هقلبها الاول كده بسم الله، واروح حاطه عليها معلقتين خل مش كتير، احنا مش بنعمل صلصه للفته بس تست الخل فيها بيبقى طعمه حلو. هقول بسم الله بس كده مع معلقتين زي الفل. خلاص ريحه الثوم مع الكزبره طلعوا بقى زي الفل. هنزل بالصلصه. في نوعين للمكرونه دي، ممكن تسلقيها سلقه كامله نص سلقه يا ربي وتكملي الوصفه، وممكن تحطيها نيه. انا بحبها نيه لما تشرب من الفرن كده بتبقى طعمها احلى. هنزل بالصلصه بسم الله. بصي الصلصه القوام بتاعها عامل ازاي، تقيله خالص متثبته خالص عشان ما تاخدش مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت هتسهل عليا ساعه الطبخ زي كده ما تاخدش وقت معايا. هنزل بقى بالبهارات بتاعتها، فلفل اسود، ملح طبعا على قد الكميه، بابريكا بس كده زي الفل. خلاص بصوا هي ابتدت تغلي عشان خاطر اصلا الصلصه متسبكه. بصوا المنظر زي الفل. هعمل ايه بقى؟ الصلصه دي هي اصلا كده تمام متسبكه وزي الفل. هنزل عليها بمقدار مثلا كوبايتين ميه كده. هقول بسم الله. انت يعني بالنظر كده انا عايزه الصلصه اللي تبقى معايا تغطي وش المكرونه بعقلتين صباع، لان دي مكرونه مش رز فهتبقى عايزه سوا اكتر. تمام حلو قوي كده. دي هعمل ايه بقى؟ دي هروح اسيبها تسخن، هنقلها كده على العين اللي هناك تسخن معايا قوي، وهنقل الفراخ قدامي هنا عشان خاطر ايه نكمل المقادير مع بعض. بصوا الشكل بتاعها حمرا وجميله وزي الفل. تمام. بصوا حبايبي الفراخ كده خلاص، هنزل عليها بالبهارات بتاعتي. خلاص لونها غير خالص كده مبقاش فيه غير الزيت. بسم الله. انا نزلت بس بالبهارات الاول عشان خاطر تتحمص معايا فيها وريحتها تطلع كده زي الفل. اسفه طبعا على الطشطشه. بسم الله. هنزل بالبصل ياخد برضو تشويحه معاه. ممكن تحطي فص ثوم لو عايزه مع الفراخ، بس انا مستكفيه بالصلصه. انا عايزه بس لونه ايه يثبت كده على طول. الجريل معايا سخن اصلا فمش هياخد وقت. هنزل كمان بحته كده من الفلفل الالوان. خلاص كده زي الفل.
اصلا كده الفراخ داخله خلاص، دخلت كده في التسويه، احنا لسه اصلا هندخلها في الطاجن فهتبقى مستويه 100%. هنزل بقى بالفلفل الالوان بسم الله، يبقى مجمد كده معاكي عشان خاطر يفضل طعمه زي ما هو كده فيه، ما ينزلش الميه. مش حابه تحطي الفلفل ده اختياري، مش حابه تحطيه استغني عنه خالص وبلاش منه. بسم الله اجيب بس كده عشان اعرف اقلب كده تمام وزي الفل. بصوا بقى الفلفل لونه رجع على طول زي ما هو بالظبط اكنك مخرطاه، ده عشان حطيتيه مجمد. الويك بينفع بصراحه في الفريزر، ساعات ما بيبقاش عندي فبينفع بطلع من اللي في الفريزر على طول، وبيسهل عليا وقت ومجهود طبعا. يعني وصفه زي دي 10 دقايق كده اجمع الطاجن وخلاص خلصت كده تمام. بصوا شكلها تحفه جدا. خلاص كده دي معايا تمام. الصلصه تمام غليت بقت بالشكل ده. انا مش عايزاها تتسبك، انا عايزاها خفيفه كده عشان الصلصه دي اللي هتسويلي المكرونه. خلاص كده نروح بقى نجمع الطاجن بتاعنا مع بعض. خلاص يا حبايبي كده انا الفراخ بقت معايا كده زي الفل. هنزل فيها بيها في قعر الطاجن كده. بصوا بالصوص بتاعها بالعصاره بتاعتها بكل اللي طلعناه كده منها. ثانيه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، حطيتها كده خلاص في القعر بتاع الطاجن. خلاص كده سكنتها كلها كده، ظبطتها عشان يبقى كل ايه واحد نصيبه ما نجيش على حد. عندي بقى هنا المكرونه نقول تاني انا حطاها نيه خالص اهو، وهتستوي وهتبقى زي الفل. بسم الله تمام كده. عايزه تحطي كميه اكبر من كده مكرونه شغال معاكي وزي الفل. بسم الله هجيب الصلصه. بصوا حبايبي اهم خطوه بس في المكرونه ان انا احاول كده على قد ما اقدر اضغط كده عليها عشان لما تطلع كلها يعني طاجن في بعضه ماسك في بعضه، ما تبقاش مفرفطه كده زي المكرونه بصلصه اللي بنعملها. تمام. هنزل بقى عليها بالصلصه. بسم الله كده، ولازم تكون الصلصه سخنه عشان خاطر ما تاخدش معاكي وقت في الفرن وتلاقيها قطعت معاكي. انا ممكن احط لها شويه ميه كمان صغيرين عشان لازم تكون المكرونه متغطيه تماما. عندي هنا برضو ميه سخنه هكمل عليها مفيش اي مشكله عادي. تمام وزي الفل. بصوا تمام كده، ده المقدار بتاعها حلو وزي الفل ومظبوط. تبقى كده متغطيه المكرونه خالص بمقدار حوالي عقلتين زي ما انا قلت لكم بالشكل ده كده. اغطس كده كل المكرونه، هي هتشرب الصوص بتاعها ده كله ولا هتبقى معجنه ولا فيها اي حاجه. عندي بقى ورق المونيا ورق فويل هغطي كده تمام، هغطيها حلو كده وهدخلها الفرن. عندي الفرن سخن بقى حوالي ربع ساعه من ساعه ما بدات وهو شغال، سخن وزي الفل. هدخلها بقى دلوقتي الفرن على درجه حراره 200 عشان ده الطاجن ده فخار وعايز نار عاليه عشان يسخن. هحطها الاول مش الرف اللي هي من الصاجه بتاعه الفرن على طول، هحطها في الصاجه بتاعه الفرن على طول اول ربع ساعه تمام. وبعد كده هرفعها على الشبكه اللي في النص، هتقعد نص ساعه. هي بتقعد من نص ساعه لساعه الا ربع عشان تبقى المكرونه استوت 100%، مش بتشد معاكي او بتقطم ولا اي حاجه. تمام. هدخلها بقى الفرن وبعد ما تطلع هنشوف شكلها مع بعض. لو نزلتي هنا الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الطاجن بتاعي. هو للامانه ما خدش ساعه الا ربع زي ما قلت لكم، هو خد نص ساعه و5 دقايق بالظبط. يعني انا حسبت له كده بالظبط، هو كل على حسب الافران، ممكن فرن عالي ممكن فرن واطي. انا عشان كنت مسخناه قوي فالطاجن سخن معايا قوي فايه ما خدش وقت. اقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لسه طالع اصلا، بصوا بيبقبق ازاي شكله تحفه. طبعا المكرونه استوت 100%.
الجمال، عظمه. بصوا التحفه، سخنه جدا طبعا مش هقدر اكلها. ده ايه عشان اقلبه بقى ويطلع طاجن محترم كده وحلو ومالي مركزه، انا هسيبه يهدى حوالي 10 دقايق. وبعد ما يهدى ال10 دقايق هجيبه كده بسباتيولا عندي او حاجه هسلك. طبعا هو مدهون زيت مش هيلزق ولا اي حاجه. بصوا اصلا كميه الزيت اللي فيها. اسيبه بس يهدى كده عشان خاطر ما يوقعش مني وانا بقلبه. تمام، وهقلبه واوريكم شكله في النهايه يبقى عامل ازاي. استنوني. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. بصوا الجمال عامل ازاي. بصوا الطبقات بتاعتها لو بردت شويه كمان عن كده تلاقيها ماسكه نفسها اكتر من كده كمان. بصوا المنظر عامل ازاي، شاربه الصوص بتاعها كله، والطاجن نازل مفيهوش اي حاجه وزي الفل. انا حطيت بس جرنش بسيط كده، شويه كزبره ناشفه بس كده لزوم الشكل. لو مش عايزه براحتك، بس هي بتدي ريحه حلوه قوي كمان ليها. طبعا لو كلتيها بره عمرك ما هيقدمها لك بالمنظر ده. كل حاجه مستويه وزي الفل، والمكرونه مش معجنه وزي الفل. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.